بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم في لقاء جديد على القناة الطبية، قناة أخوكم الصيدلي يوسف الأنصاري. في الفيديو ده أنا هتكلم عن النوعين من الأدوية دول اللي انتوا شايفينهم قدام حضراتكم في عجالة، وعليهم بعض النصائح، ويا ريت تعتبروا هذه النصائح كمثال لكل يعني دول مثال لكثير من المتشابهات اللي بتحصل في الصيدلية، وبالتالي التصرف فيها تصرف خاطئ بيكون على حساب صحة الطفل أو صحة المريض وصحة الطفل حاليا، لأنه دول متعلقين بالأطفال. تمام. في البداية سمعونا الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الصلاة عليه بنية تفريج الكروب وبالنية اللي انت عاوزها من النية الخير. ولو ما كنتش اشتركت في القناة طبعا يشرفني انك انت تشترك في القناة، وبطلب منك الدعم في ذلك ان لم يكن لديك مانع او شيء هيعطلك عن شغلك او اعمالك او احوالك. يا رب تكون خير في على طول، ولكن القناة اهدافها ان شاء الله جميلة، وبإذن الله نحقق ذلك الأمر. فإحنا مش مستعجلين على إنه تكون عندنا اشتراكات كثيرة جدا، على القدر ما تكون كل المشتركين يكونوا فاهمين أو توصلهم أو نقدر نوصل لهم أو الخدمات الطبية المتميزة، وإنهم يكون عندهم وقت يقرأوا يعني إيه الحاجات اللي بنقدمها أو يشوفوها بالتفصيل أو بنوع من التركيز عشان تعم الفائدة بإذن الله عز وجل. تمام. الاتنين من الأدوية دول، واحد اسمه كونتا فيفر إن شراب، واحد اسمه بروفين، وأكيد أكثر الناس تعرفهم، حتى الأطفال تعرف البروفين بالذات إنه للسخانة. دول اسم المادة الفعالة اهو، واحد ايبوبروفين 200 ملي لكل 5 ملي، يعني كل 5 ملي من السائل اللي جوه بالبلدي كده بتحتوي على 200 ملي جرام. تمام، من المادة الفعالة. البروفين برضو ايبوبروفين بس 100 ملي جرام، 100 ملي جرام لكل 5 ملي. طب المشكلة هنا فين؟ المشكلة هنا مش بتكلم في انك خد ده مكان ده ولا بديل ولا مثيل ولا الكلام ده. لا، لما بتكون السخانة شديدة أنا طبعا ما ينفعش لو كان مكتوب ده في الروشتة كونتا فيفر إن أطلع ده، رغم إنهم هما الاتنين نفس المادة الفعالة، ولكن ده بيكون مركز أكتر بالبلدي كده، بيستخدمه الطبيب في حاجات أكتر. ولكن أرجو إنه كمان لا يسرف في الاستخدام بتاعه. ليه؟ لأن أنا ما ينفعش يكون ده من عيوبه التسويقية إنه بينقص أو الإنتاج بتاعه قليل، اللي هو كونتا فيفر إن. تمام. وده موجود وبكثرة. أي نعم، العلبة بتاعتهم زي الزفت، عاملة زي العلب بتاعت فيليبس بتاعت اللونط بتاعت زمان، فأكتر من علبة بتوجع وبتتكسر، فخلوا بالكم الحكاية دي أو جيبوا لها لزجة. لكن هو طعمه بالأورنج وطعمه الجميل مستساغ مع الأطفال فبيعشقوه، فممكن تلاقي الطفل حتى يقول لك عايز بروفين حتى لو ما كانش عيان. أما الكونتا فيفر فعشان اسمه تقيل شوية فالأطفال مش حافظينه. تمام. فكونتا فيفر ان ايبوبروفين 200 مللي جرام. المشكله ان هنا ده بينقص. اول حاجه كده عايزكم تعرفوها انه ده بينقص، فبالتالي ولي امر الطفل بيبدا يدور عليه ويسيب الطفل سخن كام ساعه، او يرهق نفسه ان هو او يجيله احساس ان هو مش لاقي العلاج بتاعه، او ممكن حد بيحوله سكسوده، يعني هلم جرا بقى. او ممكن هو ده يتغش عشان مطلوب كتير فبيتباع بسرعه كاسم. فده برضو من العيوب بتاعة الأدوية اللي بتنقص. هنا البروفين طبعا متوفر، وأقدر الميزة اللي في الكونتا فيفر أستخدمها من البروفين. لكن مثلا المميزات اللي هي توفر المنتج، هو ده إذا كان كونتا فيفر وتم استخدامه بالشكل الصحيح، أو الطبيب بالفعل عاوزه بالفعل، عايز عايز إيبوبروفين مركز، لا هحتاج الكونتا فيفر. تمام. لكن اقدر الايبوبروفين اضاعف عدد الملي، يعني هنا مثلا ايبوبروفين 200 ملي لكل 5 ملي. تمام. يعني هنا 200 ملي لكل 10 ملي. يعني لو انا احتجت في المرة هدي مرة 5 ملي من ده، يبقى هنا في المرة هدي 10 ملي من ده بكل بساطة. تمام.
انا مش بقول لك خد ده مكان ده متوفر ده خلاص فبيها ونعم وريح دماغك واعمل الجرعه بتاعت الطبيب، لكن ليه تسيب ابنك ولا تسيب او تقعد تدور عليه وتحس يجي لك احساس إن هو مش متوفر، زائد انك انت في النهايه بتعالج عرض او بتنزل عرض مش سبب اساسي في المرض. دي اول نقطه حبيت اوضحها لحضراتكم. النقطه الثانيه ان الجرعه بتتحسب ازاي. تعالى هخش بشيء من التفصيل اللي هو بيدور في ذهن اي صيدلي قبل ما حضرتك يكتب لك 7 مللي 3 مرات او مرتين او مره. تمام. هنا دول بيتاخدوا على 4 مرات افضل. تمام، 4 مرات يعني ملعقه كل 6 ساعات. شفت كده ليه انا بختار اقول لك دي كل 6 ساعات او الطبيب بيكتب لك كل 6 ساعات؟ عشان ايه؟ عشان السخانه مش حاجه مثلا زي ميكروب هيموت فليه جرعه مثلا معينه بالبلدي كده زي ما انا بشرح بالبلدي، عشان الامور توصل لكل الغير متخصصين، لانه الفيديو موجه للغير المتخصصين. المتخصصين عارفين هذا الكلام. تمام. ده طبعا تقديرا لهم يعني. فال 200 مللي دي، تمام، يعني انا عندي مثلا طفل وزنه 20 كيلو، الماكسيمم دوز لكل كيلو من الايبوبروفين. بقى انا لما بشوف الدوز بشوف الجرعه، ما بشوفش الكونتا فيفر وبشوف البروفين، لا بشوف ايبوبروفين. الماكسيمم دوز بتاعته كام؟ 30 ملي لكل كيلو جرام. يعني لو عندي طفل 20 بسرعة كده، ده بيتم في ثواني. 20 20 كيلو، تمام، وانا هحتاج له مثلا 30 في 20، يعني المفروض هديله 600 ملي مقسمين على 4 مرات، عشان السخانة طبعا كل شوية بيحصل سخانة، هتنزل هتبدأ الحرب تاني بتاعت الجهاز المناعي مع العدوى، تروح يسخن تاني. فهديله كام؟ 600 مللي. 600 على 4 فيها كام؟ فيها 150 مللي. يعني عايز في المرة كام؟ 150 مللي. يعني لو أنا اديت ده أقصى جرعة ماكسيمم دوز، لو أنا اديت ال5 مللي بتوع البروفين، تمام، ده الكتاب بيقول كده يعني 100 مللي جرام لل5 مللي، يعني ال10 مللي هيبقوا 200، يعني هيبقوا زايدين 50. وطبعا ينصح بشرب المية أثناء لما يكون في سخان عشان تعوض لي حتى الإخراج بتاع الإيبوبروفين من الجسم. تمام. فدي القصة التانية، قصة الجرعة، إن أنا أصلا هنا بخاطر طبعا، إلا لو الطبيب شايف إن السخانة ممكن تودي. مش معنى كلامي لو الدكتور مزود الجرعة يبقى بقول عليه غلط، لا، ده على حسب الحالة اللي هو شايفها، واتحقق من كده في الصيدلية كمان، لأنه ممكن أحيانا بتجيني والله روشتات واخدينها عكس بعض. فأنا لازم أقرأ الروشتة جيدا. ليه؟ لأن والله جاتني روشتة بتاعت مريض تاني وكان خطأ المريض وليس خطأ الطبيب، هو استعجل كده، ما اعرفش ايه اللي حصل. حوار كده مش عايز اطول على حضراتكم فيه. فانا لازم اتاكد، او اللي انا بحكيه لكم ده هو اسمه الاستخدام الامثل للدواء. انا مش محتاج انه الجرعه تكون زايده بالشكل اللازم. خلاص اخد ده، اخد اللي هو انسب، اخد اللي هو يحل المشكله، حتى وان تساووا في مقدار النفع ومقدار الضرر، اخد المتوفر عشان ما اخرش في رحله العلاج بتاعه ابني او بنتي. ربنا يحفظ ابنائكم جميعا ويحفظنا جميعا من كل سوء. ولو ما كنت اشتركت في القناه شرفنا واشترك في القناه او ادعم الصفحه وتابعنا، ان شاء الله منشورات كثيره جدا للشرح بتركيز والتحقق من المعلومات وتقديمها إليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.